اتسمى على اسم أخوه المتوفي، ودرس عشان يكون قسيس. اتعلم الرسم في 4 شهور فقط، ورسم أهم لوحاته وهو في مصحة دخلها لأنه خطر على المجتمع. باع لوحة واحدة بس في حياته قبل ما يموت ب7 شهور. النهاردة هنتعرف على حياة العاقل والمجنون فينسنت فان جوخ. فينسنت ويليام فان جوخ ولد في 30 مارس 1853 في أوفير سير أويز بالقرب من باريس في فرنسا. كان الأكبر ل6 إخوة، وأب قسيس وأم رسامة، وكانت أسرة متوسطة الحال. عاش كطفل هادئ جدا ومنعزل، وكان بيقضي وقت فراغه بيلف يستكشف في الريف والطبيعة المحيطة بيه. في عمر 16 سنة اشتغل كمتدرب في شركة بتبيع اللوحات والأعمال الفنية، وكان عمه شريك فيها. طبعا احتكاكه بالفنون واللوحات خلاه مهتم بالرسم، وخصوصا لوحات رامبرانت وفرانس هولز وجان فرانسوا ميليه، ودول أثروا عليه طول حياته الفنية. وكان جواه كراهية شديدة جدا نتيجة العمل ده ناحية بيع وتجارة الفنون. في 1874 حياته خدت منحنى مظلم جدا لما فتاة إنجليزية رفضت حبه، وده خلاه منعزل جدا وحزين. اشتغل بعدها كذا شغلانة في انجلترا وفي هولندا. بعد كده جاله إحساس كبير إن هو عايز يعمل حاجة للبشرية، فدرس اللاهوت الكنسي بس ما كملش لأنه رفض يدرس باللاتيني. بعدها ابتدى يشتغل في التبشير المسيحي في الأحياء الفقيرة، واتصدم لما شاف وضع وحالة عمال المناجم، فقال كلام أغضب الكنيسة جدا منه ورفضوه، وقالوا إن هو كان تفسيره للإنجيل تفسير حرفي جدا زيادة عن اللزوم. طبعا بدون الكنيسة أصبح في فقر شديد جدا، وجاله حالة من الاكتئاب واعتزل الناس. ساعتها في 1880 ابتدى يرسم، وقرر إن الرسم هيكون رسالته ورسالة أخوية ومواساة منه للبشرية، وابتدى يوقع على لوحاته باسم فينسنت. حياته الفنية كانت قصيرة جدا، من 1880 ل 1890، يعني 10 سنين تقريبا. دخل في أولها أكاديمية في بروكسل عشان يدرس، ولقى الموضوع صعب فما كملش. بعد كده راح قعد عند أبوه عشان يعلم نفسه، بس لقى الموضوع صعب جدا فما كملش برضه. بعد كده راح عند الرسام أنتوني ماوفي اللي اداله فلوس عشان يفتح استوديو، بس اتخانقوا بعدها برضه وما كملش. وبعد كده ابتدى يزور المتاحف وقابل فنانين كتير، وفي لحظة يأس حط ايده فوق شمعة وحرقها لانه كان غاضب من ان هو مش قادر يصرف على نفسه. ودي كانت بداية سلسلة من التشويه الذاتي اللي كان بيعمله فينسنت فان جوخ في نفسه نتيجة غضبه. بعدها رسم لوحات زي فارم وذ ستاكس اوف بيت وذا بوتيتو ايترز. وحبته بنت الجيران، لكن لأن هو فقر حاولت تنتحر بعدها. وفي 1885 أبوه مات بأزمة قلبية. وخلال الفترة دي في مدينة نونين في هولندا رسم تقريبا 200 لوحة بألوان المية، معظمها مكون من ألوان أرضية، يعني زي ألوان الأرض اللي حوالينا اللي هي الغوامق والبنيات. كان بيتنقل من مكان للتاني وكل حتة ما بيكملش فيها، وأسلوبه ابتدى يزداد ثقة في الرسم. وكان بيرسم 3 أنواع من اللوحات: مشاهد من الحياة والطبيعة والأشخاص، وكلها كانت حاجات تخص الإنسان العادي في حياته. واجه صعوبات بعدها في إنه يبيع لوحاته في باريس لأن ألوانه كانت غامقة، وهم هناك كانوا بيحبوا الألوان الزاهية في الوقت ده، وكانت موضة. بعدها عاش في عزلة، وأخوه كان بيبعت له فلوس، فكان بيصرف الفلوس دي على الخبز والقهوة والرسم والسجاير، ودول كانوا وجبته اليومية. ابتدى يجيله ولع بالفن والرسم الياباني، وده تزامن مع تدهور صحته جدا، وابتدى يرسم لوحات زي الفن الياباني في خلفيات لوحاته. وفي 18 يناير 86 رجع يدرس في الأكاديمية تاني، واتفصل من الأكاديمية تاني. بعديها اتنقل لباريس وراح قعد مع أخوه ثيو فان جوخ، وكان بيدرس في استوديو هناك اسمه فرناندو كورمون، ورسم لوحات من الحياة وليمولين دي لا جاليتي ونهر السين. جرب حظه مع الرسومات اليابانية شوية، واللي كان ولعه بيها وصل إن هو بيجمع مئات منها عنده في البيت، هو أصلا مش لاقي ياكل. بعدها غير أسلوبه وبقت بقى فرشته أدخن وأسلوبه أعنف في الرسم، ورسم لوحات زي سي سكيب ات سانت ماري في 1888. بعدها اتخانقوا مع اخوه وتصالحوا، واتخانقوا تاني وتصالحوا، وغير اسلوبه واتبنى اسلوب التنقيط، يعني الرسم عن طريق كميه هائله من النقط اللي بالوان بتكون بتكمل بعضها، وبتكون طبعا في الاخر لوحه. بعدها راح مدينه ارليه، ودي كانت من اهم فترات حياته، بقى رسم هناك مئات اللوحات. هو فان جوخ عامه كان شخص منتج بشكل بشع، لما بيقعد يرسم ممكن يرسم 200 لوحة في كام شهر. هناك بقى كانت لوحاته غارقة في اللون الأصفر، وكانت مسطحة جدا، اللوحة ما فيهاش عمق لجوه، لونها زاهية. وبدأ سلسلة من اللوحات
زي ذا نايت كافيه، ستاري نايت اوفر ذا رون، فيز ويز 12 سانفلاورز. بعديها حصل له خلاف مع واحد من اصدقائه الفنان الكبير بول جوكن. راح فان جوخ قص حته من ودانه وبعتها له في ظرف، وبعدها تم تشخيصه في المستشفى بحاله شديده من الهستيريا والجنون، وطردته الهلاوس والاوهام بقيه حياته، والناس كانت بتسميه في المدينه المجنون ذو الشعر الاحمر. بعدها دخل المصحه طواعيه يعني بمزاجه، وفي 1889 جوه المصحه رسم لوحاته سايبرسز، ورسم الوديان وشجر الزيتون وذا جاردنر. بسبب قله مصادر الالهام جوه المصحه كان بيعيد رسم لوحات فنانين تانيين باسلوبه هو، وبيعيد رسم لوحاته القديمه وسكتشاته اللي ما كملهاش بكذا اسلوب. يعني كان ممكن تلاقي عنده لوحه مرسومه ب7-8 اساليب مختلفه وبكذا شكل مختلف. ورسم لوحته الشهيره جوه المصحه اللي هي بريزنرز راوند. بعدها دخل في انتكاسات كتيره ومبقاش بقى بيراسل حد خالص، هو كان طول حياته بيراسل الناس اللي متخانق معاهم واللي مش متخانق معاهم، وبقى منعزل جدا جدا عن الفتره اللي قبلها، وابتدى ان هو يرسم من الذاكره بدون اي حاجه قدامه. فرسم لوحات زي Reminiscences of the North و Sorrowing Old Man، وبعض البورتريهات للدكتور بتاعه دكتور كاشيه. واخيرا اخر اعماله تري روتس، واللي قيل ان هو رسمها في 27 يوليو 1890، وبعدها بشويه ساعات ضرب نفسه بالنار في منطقه الصدر، وتوفي فينسنت فان جوخ عن عمر 37 سنه. واخر كلمات ليه حد سمعها كانت: الحزن سيستمر للابد. أهم لوحات فان جوخ ذا بيدروم إن أرليه، وهي لوحة لغرفة النوم في بيته في أرليه، ورسم 3 نسخ مختلفة منها وما فيهاش ظل لأنها متأثرة بالطباعة اليابانية، وبتدينا شعور إن كل حاجة في اللوحة يا إما بتقع يا إما هتقع، وده تعريف لحالته الصحية والنفسية. ستاري نايت اوفر ذا رون رسمها هو في حالة كويسة نوعا ما في 1888، وهي واحدة من أشهر أنهار فرنسا، وبنشوف انعكاسات السماء عليها بقى شيء مدهش. ايرسز عملها قبل وفاته بسنة، وبتظهر فيها براعته في اختيار التنافسية بين الألوان، يعني اللون واللي بينافسه في الناحية التانية. وتفرد اسلوبه بقى في الرسم بالفرشاه، وبنشوف فيها ازاي رسم ورده بيضه بقى في ناحيه لوحدها كده عشان يوازن الرسمه، فبتدينا احساس ان هي موزونه، ما بنحسش بنشاز. ويت فيلد وذ كروز لوحه دراميه فيها الضباب بيغيم على حقل القمح، والسماء مليانه غربان، وحركه الرياح واضحه في الحقل بقى، بنشوف ازاي القمح بيتحرك مع الهواء، وبيقودنا فيها طريق فاضي في وسط الحقل. وبتعرض اللوحة دي في متحف أمستردام. سان فلاورز بما انه اشهر فنانين التاريخ في رسم الزهور والورود بسبب تجسيده لبراءة الورد وجماله، في اللوحة دي روعة تجسيده لكل انحناء في الورد وحركته، وكأن الوردة بيبث فيها الحياة وكأنها عايشة وبتتحرك. فان جوخ سيلف بورتريه في سبتمبر 1889 بالزيت. رسم فان جوخ نفسه لآخر مرة بعد 36 بورتريه رسمهم لنفسه، ويقال انه رسم نفسه لانه ما كانش معاه فلوس يجيب موديلز يرسمهم، وفيها الخلفية المتحركة في دوامات يعارضها هو بقى بثباته عشان تدينا انعكاس جميل. ذا بوتيتو ايترز لوحة زيتية رسمها في بداية حياته الفنية وبداية تقديمه لنفسه للعالم الفني، وفيها 5 أشخاص في غرفة مظلمة تحت مصباح زيتي، وهي دليل على قدرته الفنية المدهشة الفطرية، ورسمها من ذاكرته بالكامل. ذا ستاري نايت رسمها في المصحة النفسية، وكانت تصوير لشكل السماء من شباك غرفته في المصحة، وما كانتش بس للمنظر قدامه ولكنه مزجها بعدة أشياء ومناظر من حياته، وفيها بيتجلى أسلوبه بالتعوجات والدوامات اللي بيدي اللوحة طاقة وتميز في اندماج السماء مع الجبل والمدينة تحتهم عشان يمزج عمل الطبيعة بعمل الإنسان. وهنلاقي فيها تطلع الإنسان للسماء والجنة عن طريق رسم المدينة بخطوط طولية متجهة للأعلى كلها، وبنلاقي المبنى الوحيد اللي بيعمل اتصال مع السماء هو الكنيسة عشان تكون نقطة اتصال البشر بالسماء. فينسنت فان جوخ عاش حياة قصيرة جدا 37 سنة بس، كانت صعبة ومرهقة ومليانة مرض، محدش كان فاهمه، ومرضه صعب عليه حياته جدا، وتم تشخيصه بعدة أمراض منها الباي بولر اللي هي ثنائية القطب والصرع والاكتئاب، غيرهم أمراض كتيرة من أمراض المخ. وبرغم كل المرض ده وبرغم كل الصعوبات دي وبرغم الوحدة، ولكنه تفرد بإحساسه بالطبيعة وبجمالها وبالحياة، وبرغم برضه
ان هو عاش لوحده حزين ومريض وفقير، ولكنه كان ليه نظرة مبهجة جدا للحياة في لوحاته. رفض ان هو ينقل لنا الحزن ده وادانا الصورة المبهجة دي عشان تعيش من بعده. هدفه من الرسم كان مواساة البشرية بجمال عالمهم المحيط بيهم. وبرغم ان هو لم يحظى بنجاح في حياته نهائيا تقريبا، ولكن حاليا فان جوخ هو واحد من اهم الفنانين في تاريخ الفنون على الاطلاق، ولوحاته لا تقدر بمال برغم ان عددها كبير جدا. وبرغم ان فان جوخ قتل نفسه، ولكنه ساب لينا جزء الجميل من روحه في لوحاته وفنه. ومهما فكرت في كلام اختم بيه عن فان جوخ، ولكن لقيت ان احسن حاجة ممكن اختم بيها هي مجموعة من لوحات فان جوخ، هي هتتكلم عنه احسن ما انا هتكلم. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.